السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو بتاعنا النهاردة جميل جدا جدا جدا. صابون بجد تحفة عالمي، حلو جدا لكل الأغراض، تنظيف، مواعين، غسيل، شرابات، أطباق، أي حاجة. جميل جدا جدا، رغوة عالية، كريمي، ملمس ناعم جدا جدا، باضافه حلوه جدا جدا. هينشف معاكي بسرعه، وكمان هتستخدميه في اقل من 10 ايام. اول حاجه كده معايا الصودا الكاويه زي ما احنا شايفينها كده، اللي هي هيدروكسيد الصوديوم او الصودا الكاويه او البوتاص او القطرونه او حجر تسلية المجاري، اي كان مسمى في البلد اللي موجوده فيها. هنستخدم النهارده لتر زيت من الزيت المستعمل. هناخد للرتل زيت من 140 جرام ل 150 جرام صودا كاوية، هيبقى مظبوط معاك ان شاء الله. وهنستخدم برضو بالكوبايه، ده المقدار. الكوبايه بقى هناخد المج كده بتاع الشاي، الكوبايه اللي هنعاير بيها جميع المكونات بتاعتنا. مج الشاي هيبقى معانا كده لحد اول الايد بتاعت المج كده، هتبقى ده 150 جرام. تمام. لو الصودا بتاعتك زي ما بنقول دايما الصودا مركونة عندك، جايبها بقالك فترة او واخده رطوبه او اي حاجه، زودي معلقه او 2، مفيش اي مشكله خالص. تمام كده لحد كده يبقى معايا 150 جرام او 140 جرام. بعد كده هاخد الصودا بقى بتاعتي ده كلها، وهنزل كده في حاجه زي ما احنا شايفين كده معانا. ومعايا هنا كوبايه الا ربع عصير ليمون. اخدت كده كوبايه الا ربع ميه، وضفت عليها ليمونتين او 3، وضربتهم بقشرهم كده في الخلاط، وبعد كده صفيتهم بقى معايا بالشكل ده كده. هبدأ انزل اخدهم بقى كده، وانزل على الصودا بتاعتي. وفي الفترة دي او المرحلة دي نخلي بالنا جدا جدا من الابخرة اللي بتخرج معانا. يا ريت يكون لابسين كمامة، لابسين جوانتي، حاجة ما يكونش معانا اطفال في المكان اللي احنا بنستخدم فيه الصودا الكاوية وقت الابخرة واحنا بندوبها. هناخدها كده وندوبها كويس جدا جدا. يا ريت ما ندوبش بحاجة معدن، يفضل يكون خشب او سيليكون، مفيش اي مشكلة خالص. وهنسيبها كده لما تبرد تماما، وبعد كده هنرجع تاني نشوف باقي المكونات بالمقادير بتاعتنا. انا هستخدم النهارده الخلاط بتاعي، مش هقلب خالص ولا هنتعب في الصابون بتاعنا النهارده. يفضل لو انت بتستخدمي صابون باستمرار تخصصي كده شفشة او دورق للخلاط بتاعك، يكون مخصص للصابون والمنظفات. لو انت بتستخدمي كل فتره وفتره مفيش اي مشكله، استخدميه عادي، بس تغسليه كويس جدا، تنقعيه بخل علشان اي بواقي من المنظفات بتاعتنا او من الصابون. اول حاجه كده في المكونات بتاعتي اللي هضيفها، هناخد كده نص كوبايه من الصابون السائل، اي نوع موجود عندك. يفضل يكون صابون شركات بجودة اعلى، علشان الصابونة بتاعتك تبقى جودتها اعلى والشفافية بتاعتها اعلى لو انت هتعمليها بعد كده صابون سائل او برسيل. وتاني مكون معانا والجبار والاضافه الجديده بتاعتنا النهارده، هناخد معلقتين كبار من الفانيش احنا عارفين ان هو بيقضي على الدهون تماما، على اي بقع، على اي حاجه. في الصابونه بتاعتنا هتبقى بقوه الفانيش النهارده بجد تحفه، يعني قوه الليمون مع الفانيش. تخيلي بقى كده الصابونه هتديكي لمعان ونظافه ما حصلتش. هاخد كده معلقتين كبار وهضيفهم معايا. الفانيش كمان هيسرع من عملية صبن الصابونة، هيخليكي تستعمليها في خلال 10 أيام مش أكتر من كده إن شاء الله. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من الدنكار أو دواء المش أو البوراكس. لو مش موجود عندك تقدري تستبدليه بالزهرة البيضاء أو الكربوناتو، بس الدنكار كويس جدا جدا، ملوش أي أضرار، وبيسرع جدا جدا من عملية التصبن بتاعة الصابونة. وهضيف معلقتين نشا. النشا حلوة جدا جدا، بتشيل آثار البوتاص أو الصودا الكاوية، وكمان بتنعم جدا جدا. تقدري تستبدليها بدقيق لو مش موجود عندك النشا. وهضيف نص معلقة من ملح الليمون. ومعايا هنا البطل بقى اللي هيقضي على الدهننة تماما، هيديكي للصابونة ريحة ممتازة وحلوة جدا جدا جدا، ورغوة عالية جدا، اللي هو اي مسحوق بودر موجود عندك استخدميه، يكون بريحة كويسة جدا علشان يديكي ريحة كويسة للصابونة. هناخد 4 معالق او 3 معالق هرميين كبار. المسحوق بتاعنا هيكون للغسالات العادية علشان الرغوة بتاعته تكون عالية. هضيف كل المكونات ده كلها، ومعايا هنا طبعا ما ننساش معلقتين كبار سكر، بيعزز الرغوة ومنعم جدا جدا، وبديل للجليسرين. زي ما قلنا كل دي اضافات اختيارية، تقدري تضيفيها او تشيليها، مفيش اي مشكلة خالص. المهم عندي الصودا مع الزيت.
تمام. بس كل ده بيعللنا من جودة الصابونة بتاعتنا. ضربته كده في الخلاط كل المكونات، وهنرجع تاني مع بعض نشوف باقي خطواتنا بإذن الله. بعد كده معايا الزيت بتاعي. الزيت زيت مستعمل طبعا، بتاع بانيه، بتاع تحمير، بتاع تحمير سمك، قلية فراخ، بطاطس، اي حاجة عندك. تمام. جبت كده معايا هنا لتر زيت مستعمل. تمام. صفيته كويس جدا جدا، وهبدأ اخده كده. ممكن توزنيه او تعايريه في ازازة عندك زي ما احنا شايفين كده، او ايه تعايريه بالكوباية برضو. اللتر زيت هيعمل لي 5 كوبايات من المج الشاي العادي. بس المج مش هيبقى مليان، هيبقى ناقص حلقة كده لحد اول الايد. لو انت هتملي المج على الاخر هياخد 4 كوبايات معانا كده. تمام. 5 الكوباية لحد هنا كده ناقصة عقلة من صباع، ناقصة عقلة. تمام. يعني لحد كده أول الإيد، مش تكون مليانة على الآخر. يبقوا 5. ضربناه كويس جدا، وبعد كده رجعنا مع بعض تاني. هبدأ أفضيه بقى في حاجة بالشكل ده كده. بعد كده معايا هنا كلور. هضيف لكل كوباية زيت معلقة كلور. يبقى معايا حوالي ربع كوباية كلور بالشكل ده كده لحد أول الإيد من تحت. 5 معالق لكل كوباية معلقة كلور. ومعايا 5 معالق خل لكل كوباية معلقة خل. يبقى ربع كوباية خل وربع كوباية كلور. الكلور هنا بيشيل الزرنخة تماما بتاعة الزيت. اي ريحة زيت قديم عندك مستعمل وبقاله فترة بيشيلها تماما. بيفتح لك الصابون لو الزيت حتى غامق جدا جدا، بيفتح لك الصابونة وبيخليها شكلها حلو كده وبيضة وجميلة. والخل برضو بيفتح وبينظف وبيشيل اصعب الدهون والبقع. تمام. بنقلبه كده مع بعض، وبعد كده هنبدأ نضيف الصودا الكاوية. معايا هنا الصودا الكاوية بعد ما بردت تماما. انا عملتها بالليل واستخدمتها تاني يوم الصبح. فايدتها ايه بقى؟ بتنعم لك الصابونه جدا، بتخليك الصابونه كريميه جدا زي ما شفناها في اول فيديو، وهنشوفها مع بعض تاني. وبيسرع من تصبن الصابون، يعني خلال ان شاء الله ساعتين مش اكتر من كده هيتصبن معاكي الصابون. وكمان احنا في الصيف، يعني الصابونه اساسا لو ما صبنتش معاكي بسرعه ما تقلقيش خالص. ممكن يكون الصودا الكاويه مثلا رطوبه شويه، او انت قللتي النسبه شويه، فما تقلقيش خالص. امشي على الخطوات بالظبط، وان شاء الله تاخدي احلى صابونه صلبة ما شاء الله. تحفة تحفة بجد، وكريمية جدا. يعني هتستخدميها على طول مش هتأثر خالص. نزلت كده بالصودا الكاوية واحدة واحدة كده، وهقلب شوية كده لما تندمج مع بعضها. وبعد كده هسيبها وارجع تاني نشوف، وهقلبها تاني مع بعض زي ما احنا شايفين. هنا انا قلبت شويه وسبتها شويه ورجعت تاني. شايفين ما شاء الله صبنت بسرعه لان الصودا الكاويه بارده تماما. هحطها بقى كده في الخلاط علشان زي ما قلنا مش عايزين نتعب النهارده. وضربتها في الخلاط بالشكل ده كده، فالخليط ناعم وكريمي. انا حابه الون الصابونه دي علشان ابقى عارفه ان الصابونه دي بالفانيش وبالليمون، بقوة الفانيش وبقوة الليمون. فهلونها كده لون اصفر. ده لون غذائي، طعام غذائي عادي خالص مفيش فيه اي حاجة، وهيلون معاكي. وخدت كده شوية حبيت اجرب صابونة كده هتديني اللون ده. اللون ده طلع معايا. ضفت لون اصفر على لون ازرق فاداني اللون الاحمر مع الصودا. بعد كده هجهز بقى هنا كده علبة او صينية او اي حاجة افرشها كويس جدا، وبحط كده نقطة زيت او شوية مية علشان الشنطة اللي انا فرشتها كده او الكيس اللي انا فرشته ما يتحركش معايا. وبعدين هفردها واخبطها خبطتين كده واعينها، وبعد كده لما يتماسك هنرجع تاني مع بعض نشوف الصابونة بتاعتنا والصلابة بتاعتها. وهنا حبيت اوريكم الرغوه بتاعه الصابونه بعد ما خلصنا الصابونه على طول. يعني ما كانتش لحقت تتصبن ما شاء الله، نشفت معايا وبقت زي الفل. بعد ما سبتها كده اتصبنت في خلال ساعتين او ساعتين ونص. وطبعا زي ما بقول لكم الجو حر، وكل ما يكون الجو حر الصابون بياخد وقت شويه في التصبن. ما شاء الله الصوت جامده زي الفل ومتصبنه وجامده كويسه جدا. هبدا اقطعها. انا علمتها كده زي ما انتم شايفين معايا عشان ابدا اقطعها، لكن ما لك الحريه تقطعيها قطع كبيره وصغيره زي ما تحبي. شايفين وسامعين الصوت معايا زي الفل. ابدا كده اقطعها بالشكل ده. احاول ان انا اعملها قطع متساويه، وبعد كده هوريكم بقى الصابونه وجمالها. طبعا هي اتمسكت تماما زي ما احنا شايفين وبقت زي الفل وشكلها ظهر وبقت حلوه جدا. هسيبها بقى كده لما تنشف جامد لتاني يوم واوريكم شكلها.
وده كان شكل الصابون بتاعي تاني يوم. شايفين؟ اللهم بارك، ما شاء الله. صابونة تحفة، ناعمة جدا، كريمية ناشفة زي الفل، والرغوة عالية جدا جدا، ونظافة مفيش بعد كده. زي ما شفنا في اول الفيديو الألمونيا بتاعتك بتلمع وبتبرق اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستمتعتوا معايا واكون افدتكم ولو معلومة بسيطة. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والشير كتير ليستفيد الجميع. واسفة على الإطالة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.